السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعملوا أحلى صينية كيكة مع كوباية شاي كده روقان. معايا كوبايتين ونص من الدقيق نخلتهم زي ما انتم شايفين، ونزلت بمعلقة من نشا وذرة بسيطة من الملح وكيس بيكنج باودر. وطبعا قبل ما نبتدي في الكيكة لازم نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 واسيبه شغال لحد ما اعمل الكيكة. لازم الكيكة تدخل على الفرن سخن. معايا بقى 3 حبات من البيض، معايا كوباية سكر، ومعايا كيس فانيليا. هاخلطهم بقى مع بعض كويس كده حوالي 3 دقايق كده في الخلاط زي ما انت هتشوفوا. وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من عصير التانج البرتقال، او ممكن تستغنوا عنه وتحطوا كوباية حليب. وبعد كده هخلطهم تاني وهنزل عليهم بكوباية الا ربع من الزيت وهخلطهم. بعد كده هنزل على الدقيق بالمكونات دي وه وهاخلطهم بقى في اتجاه واحد. هاكون بقى محضّرة صينية فيها شوية زيت ومبدّراها كده بشوية دقيق، وهانزل عليها بالخليط بتاع الكيك زي ما أنتم شايفين كده. هادخّلها على الفرن لمدة 35 دقيقة زي ما أنتم هتشوفوا. وهتشوفوا كده أنا اختبرتها كده بالسكينة، طبعًا طلعت نضيفة وزي الفل. لو طلعت فيها عجين تبقى لسه نية، ممكن تسيبوها 5 دقايق تاني. أنا المفروض تسيبها تبرد خالص، خالص، بس أنا عشان باصوّر قطّعت لكم منها. بُصّوا، هشة وخطيرة وطعمها تحفة يا جماعة، مع كوباية شاي كده باقول لكم روقان، بجد روقان وتحفة، وسُكّرها كده معقول، بجد خطيرة. يا رب الوصفة تعجبكم.